عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم جمعة جديد. تمام. انا بعمل ايه حالا؟ مقطعة طماطم عشان اعمل فول. تمام. وجوزي بيجيب طعمية. صوتي تعبان قوي 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 شكلي. انا تعبت امبارح تعب فوق ما اي حد يتخيل. وفي الشغل و... وجالي دور برد كده، سخونية، تعب فظيع. ما قدرتش حتى انا كنت جوه عملية، ما قدرتش ان انا اكملها خالص. كنت حاسه ان انا قدامي البيشنت وكده، انا بريح عليه والدكتور عمال ينبهني ان انا مش مظبوطه وان انا دايخه وكده. فخرجت وحد تاني يعني خد مكاني وكده، وانا اصلا طول الاسبوع كنت شغاله ما عدا يوم واحد. ف... فبرضه ارهاق يعني، بس انا كنت حاسه باختناق خالص في زوري ومناخيري كده. عارفين احساس الحجر اللي بيبقى واقف فيها ده؟ هو ده كان اللي عندي امبارح. وبقلب بقى بسخونيه بقى والحاجات دي كلها وانا في الشفت. وصحابي بصراحه كانوا سكر يعني، ساعدوني كتير. وبالذات ايمان يعني هي هتتفرج على الفيديو فانا بديها بوسه بقول لها شكرا قوي والله. مش عارفه يعني، انا من غيرها كنت حاسه بألم اللي هو ما يخلينيش اصلا البس واروح البيت بجد، مش مبالغه. بس فدلوقتي هتلاقيني مش عارفه اتنفس قوي يعني، باين من طريقه الكلام شويه. المشكله ان انا العلاج اللي انا خدته، انا مش متعوده على علاجات. انا يا جماعه صعب جدا ان انا ابلع حبوب. زمان كان عندي فوبيا منها، كنت طول الوقت مقتنعه ان اللي بياخد الحبايه ده هيموت او هما بياخدوها، بس اما يجي عليا انا هموت. ليه؟ عشان هتقف في زوري. فانا كان عندي فوبيا فظيعه منها، فوبيا رهيبه. الحمد لله يعني. امبارح من اول الحمل سبحان الله ربنا بيدينا القدره كده عشان يهيئنا للظرف اللي احنا فيه. وفعلا بدات اخدها فيها، بس طبعا يعني بالزعيق بقى كل اللي حواليا وبتاع، وباهميه العلاج ده. بدات اتهيئ نفسيا ان لا لازم اخدها. بدات بقى بتكسيرها بهرسها مش عارف ايه كده، لحد ما الحمد لله بقيت بقدر ابلعهم. الميكرويف كان عامل دوشه كبيره قوي. فامبارح خدت دوليبران 1000. ده كان كارثه يعني. انا لو كان عندي دور برد انا يبقى عندي برد ويعني رجلي مش شايلاني، مش قادره استوعب ان انا خدت العلاج ده. انا مستحملوش اصلا خالص، مش بحبهم، متعودش عليهم، ما بحبهمش يعني. ما بيدخلش جسمي علاجات كتير الحمد لله يا رب، الحمد لله يعني. ف فبالنسبه لي ان انا اخد 1000 اكيد تاثيره هيبان عليا بسرعه جدا. فعلا رجعت تعبانه جدا. هل بقى ارتحت؟ انا ما ارتحتش. ليه؟ انا كان عندي في اليوم ده برضو محتاجه افرز حاجات، وهو ده يوم الاجازه بتاع جوزي، كان واخد اجازه. فرجعت بنفس والله يا دوب غسلت ايدي وكده وقمت قاعده مفرزه. كان عندي فراخ بس ما قدرتش اصور طبعا، كنت عايزه اخلص عشان اقعد. بس مش قاعد هحكي لكم دلوقتي. خلصت التفريزات الفراخ وكده. وكان عندي خضرة جايه من الارض عايزه تتنضف وعايزه تتكيس وتتحط في الفريزر. انا لما بعملها يا جماعه بتبقى حلوه قوي. كنت احط معاها طبقه مناديل واحده هتمتص منها اي رطوبه توصل لها، وفي نفس الوقت تخليها طول الوقت لونها اخضر وحلو قوي. تمام. ف قعدت خلصتهم. وبعد كده انا كنت قايله ان انا نفسي اعمل في ايام الاجازه دي لما الوزير الرئيس يعني ادى يوم السبت اجازه. قلت بس دي فرصتي، عندي يومين 2 و4 اجازه اعمل فيهم كرومب. انا الكرومب متعودش عليه كتير عن مامتي ان انا اللي بعمله يعني. انا كنت بحبوش ان انا اعمله خالص، مش بعرف الفه خالص. بس حطيت في الموقف بقى الحمد لله ان كان عندي هو بيتعمل ازاي، بس ما عملتوش بايدي. فعملت بقى اول ما اتجوزت الحمد لله بقيت بعرف اعمله كويس جدا. الحمد لله ما خدش مني امبارح غير ساعتين ونص كده ولا حاجه. كان الحمد لله خلصانين. جوزي جابهولي وانا بقى خلاص كان نفسي فيه، فقلت ان شاء الله استعين بربنا كده واعمله. الحمد لله عملته. بس طبعا بقى في حاجات في الحوض مكان العشاء. البيت كارثه كبرى، كارثه. هنحتاج ان احنا نظبطه طول اليوم. بس كده. بس احنا الحمد لله غدانا جاهز على التسويه، هتلاقوني مصوره لكم مقطع من يوم الخميس. بس نروح بقى نعمل فول عشان جوزي اكيد جايب طعميه وجاي، بس هو جايب عجينه فهنقليها ونوريكم الفطار بعد. ادعوا لي بقى اكون كويسه، وانتوا كمان خلي بالكم من نفسكم لان الدور صعب قوي. انا حاسه هنا بنار وحجر. جوزي كان جاي
وما كنتش استعملت الفول، فعملت الفول اهوت، وعملت جبنه على حبه بركه حلوه قوي قوي، وطعميه. والعيش ده اهم حاجه، احلى عيش ممكن اكله. العيش الابيض ده مش شبعنيش، هو ده. يلا نفطر ونيجي نكمل. بصوا بقى، هنبتدي دلوقتي ان احنا نروق. احنا فطرنا الحمد لله. كنت عايزه اعمل شاي بس قلت ايه ابتدي ترويق، وفي نص كده ممكن ناخد بريك ان احنا نعمل الشاي ده. تمام. دي الازازه بقى اللي انا بحط فيها اختراعاتي. هنا بحط فيها بريكس، عارفين بريكس؟ اللي هو الجل، اللي هو المكثف ده، وبخفه بقى في ميه، وبحط عليه شويه خل، وبمسح بيه الركنه، بمسح بيه وبلمع بيه وبعمل بيه كل حاجه. بصراحه بيخلي كل حاجه ريحتها حلوه. هنشيل بقى السجاد ونبتدي مع بعض. يلا بينا عشان محتاجين نظبط البيت بأسرع وقت. بصوا بقى، هنا بوريكم شكل الشقة بعد ما شلت كل الحاجات والسجاد وكده. طلعنا بقى الركنة عشان ننضف مكانها، لانها فعلا كانت مش لطيفة خالص تحتها، والهوا بتاع الفترة اللي فاتت برضو كان مخليها. بصوا تحتها ايه يا جماعة؟ انا بشيلها يعني مثلا كل 3 اسابيع ولا حاجة واعمل وراها، بس عشان احنا في اراضي ففعلا الموضوع كان صعب قوي. بس نضفتها بقى، ونضفت الوزرة الصغنونة اللي بتبقى فوق دي. انا مبحبش اصور معاكم، انتوا عارفين ترويق كتير، ولكن كنت بوريكم يعني انا بعمل ايه. هنا بقى الخلطه اللي انا بقولكوا عليها. بصوا هنا انا شلت المساند نفسها او المجلس نفسه بتاع الركنه اللي بنقعد عليه. ودي بقى الخشب بتاعها نفسه، يعني ده القماش اللي على الخشب. بنضفه بقى كده، بلبس القماشه اللي في ايدي دي بلبسها، وببتدي بقى ان انا ايه انضف ما بينهم كده، واشيل كل التراب والحاجات كلها اللي عليه بالبتاع دي. اصلا كنت قاعده على الركنه بتبقى شامه ريحه الحاجه دي، فاهمين؟ فرشت بقى خلاص السجاده بس كده. قفلت كل حاجه، شغلنا ريتشل، فرشنا خلاص الحمد لله يعني. بصوا هنا بقى، انا كنت دايما بنسى الحديد اللي الدكتور كاتبه ليايا. بصوا هو النوع ده كده، مش عارفه اسمه ايه، اسمه ايس ايرون تقريبا يعني. ف انا حطيته هنا كان فيتامين دي على طول على السفره، عشان افتكره زي ما بفتكر فيتامين دي على طول واحنا طالعين بره. هو كده كده ميعاده مش نفس الميعاد، بس على الاقل لما ارجع من الشغل ويتغدى ممكن ياخده. تمام بس كده. فالدنيا دلوقتي بيرفكت. تعالوا بقى اوريكم المطبخ. بصوا مفيش اي حاجه الحمد لله. انا بحب زي ما قلت لكم على طول ان انا اكل والاكل يكون جاهز. هنا بقى طلعت الكرومب. تمام. الكرومب اللي انتوا عاملينه من اليوم اللي قبليه، حطوه على طول، يعني الشوربه بتاعته تكون بارده. هنا انا بعمل فراخ تمام عشان بحبها جدا جنبها. وبس كده، الارض كلها نطفت، كل حاجه تمام. بصوا هذه المنشفه او المساحه، مش عارفه، مش فاكره اسمها ايه. دي مش بتاعه الصاله. تمام. بتاعه الصاله باظت للاسف يعني. فطالبه واحده تانية، بس لسه على ما يعني، او عيني على واحده تانية بس لسه ما فيش منها دلوقتي عند الشخص اللي بيبيعها. اول ما تيجي هجيبها اوريها لكم، عشان دي بجد بتتخلع. هي كانت بتاعه مكان تاني اصلا، خدتها وطهرتها كويس ودخلتها للصاله، بس دي طبعا حاجه انا مش حباها خالص عشان هي اوقات بتزفر كده. فبستعملها مؤقتا كده بقالي كذا اسبوع على بس ما تجيب اللي انا عايزاه. بس كده، فاضل لنا بس الحمام، هندخل نروقه ونتقابل تاني بقى واحنا بنسوي الاكل تاني. متستغربوش ان انا لابسه، بس عشان خاطر جاي لنا ضيف. فهسوي بقى الكرومب. هي هنا خلاص الشوربه سخنه شويه، فانا هزودها شويه شرب ميه ساقعين عشان خاطر تهدى بسرعه، عشان ما عندناش وقت. استنوا. بصوا زودتها بقى خلاص، وحاولت ابردها شويه. دي شويه صلصه تمام من اللي بتبقى باقيه اصلا من الخلطه، بحب احطها هنا كده عشان بحب الكرومب يبقى لونه احمر. تمام. هسيب بقى شويه كمان عشان خاطر اعمل بيهم الفراخ. متستغربوش من الطبق لان يوحى كسر لي الكبشه اللي انا بشيل منها، فهزود بدي بقى وخلاص. بصوا انا بقى ههزها شويه. بس انا كده هزيتها بقى كويس، هغطيها واولع النار عليه. النار اتلجت، شفتوا؟ سمعتوا الصوت؟ كده خلصنا الكرومب، هنسيبه بقى يستوي. دلوقتي عايزين نعمل لسان عصفور. يلا بينا. بصوا بقى، حطيت هنا زبده وشويه زيت. على بس ما يدوبوا كده، وبعد كده هنزل بلسان عصفور. بصوا عارفين النوع ده اللي هو بتاع حوا؟ انا بحس ان
اللسان العصفورية الصغيرة اللي هي الرفيعة دي، بحسها احلى من بتاعة الملكة، مع ان احنا يعني كبرنا وكده على بتاعة الملكة. بس مش عارفة دي بحس ان هي لا بتنشي بقى ولا بتشرب ميتها. هو في عامل كبير جدا على التحمير وكده، ولكن برضو بحس ان النوع الرفيع ده احلى كتير. بصوا بقى، انتوا عارفين طريقتي في لسان العصفور، ان انا بحمرها قوي 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 وبزود لها ميه سخنه او شوربه، وبعد كده خلاص بقفل عليها خالص. حتى لو احتاجت ملح او احتاجت حاجه يعني مع الوقت بزوده عادي وانا جايه اقدم وخلاص. بجد بيخليها كذا يوم حلو قوي، ولا شاربه ميتها ولا اي حاجه. نرجع ده مكانه بس كده. بصوا بقى، انا كده خلصت ايه زي ما قلت لكم، وريتكم دلوقتي لسان عصفور، وعلقت على الكروم. مجرد ما بيغلي شويه كده غلوتين او حاجه بوطي بقى واسيبه براحته خالص على نار هاديه. والتريك بقى الاخيره بتاعه التقديم ان انا بحط عليه السمنه البلدي، او لو عندكم قشطه اللي هي وش اللبن دي او اي حاجه من الحاجات دي حطوها عليه. يا لهوي تحفه. خلاص، وحطيت الفراخ تتحمر في الفرن. انا جوزي بياكل اكل بارد، فعادي خالص ان انا اسيبه بقى، لان زي ما قلت لكم في ضيف جاي فهنقعد معاه، وبعد كده نبقى ناكل عادي. تمام، ممكن ياكل معانا طبعا، ايه هيزيدنا يعني ويشرفنا وكده. انا بقى عشان خاطر الدواء التعب وكده، جوزي جاب لي ده، راح الصيدليه بصراحه قال له واداله ده، هيتاخد قبل الاكل يعني. مجرد بقى ما اجي اكل او حاجه هاخد هما 3 حبايات بس، وبعد كده خلاص يعني ماشي. بس كده. هو انا امبارح الدولي بران تعبني قوي قوي، فمعرفتش اكمل عليه، فقلت هاخد دول. انا مش قادره اقفل الطرحه قوي دلوقتي او البسها صح، عشان خاطر الاحتقان وكده، اصلا مش قادره اتكلم منه خالص. انا روقت جزء كبير جدا من البيت، فاضلي جزء تاني بس انا مش هقدر اعمله النهارده عشان المضادات الحيويه والحاجات دي كلها هتتعب جامد جدا. استنى نقفل بقى لسان عصفور زي ما اتفقنا. اهم حاجه الغطا تحطوه عشان خاطر الحراره هي اللي هتسوي لسان العصفور اصلا يعني. هنشيل بقى لو احنا استخدمنا معلقه، استخدمنا سكينه، اي حاجه من الحاجات دي هنرجعها الحوض بس. وبعد ما ناكل هخلصهم بسرعه واقعد. اهم حاجه ان احنا نشرب حاجات دافيه، فاحاول ان انا اعمل النهارده كده على قد ما اقدر. كنت عايزه اروح لمامتي بس مامتي رايحه مشوار، فهنقعد لوحدينا في البيت نهدى عادي مش مشكله. حتى اديت لي يحيى هشاور بدري عادي عشان خاطر مش ضامنه بقيه اليوم بقى. بحس ان التعب لما بنقعد بيسهر بقى علينا مره واحده، بس مش هنستسلم له ان شاء الله. على فكره انا ما عنديش كلمه يعني، انا ممكن بقول لكم ان انا مش هروق الدور اللي فوق، وممكن احس ان انا مع الوقت خلاص يعني يلا بقى هروق دلوقتي واخلص كل حاجه، بس ان شاء الله مش عارفه انا بس كده. ان انا اصلا اوريدي الحمد لله عندي الاسبوع الجاي كذا يوم اجازه، فابص عليهم الشغل، وعندنا ترويقه بقى كده عشان احلى مناسبه في العالم كله بالنسبه لي. قربت قوي قوي قوي، فيا رب تكمل على خير، وساعتها بقول لكم عليها ان شاء الله. اوكي، واحنا بقى بنغرف هقول لكم لو حصل حاجات كده برضه هقول لكم. لا، والقمر طعمه خطير. يلا بقى نقعد ناكل عشان يا جعان وكلنا جعانين. خلاص تمام. طلعت بقى بيجامه عشان البسها، وهنعمل حمام زيت بده، ده اللي احنا كنا جايبينه في مشتريات الشهر مع بعض تقريبا، وريتهولكم. وعايزين نعمل شيفينج، فجهزنا فلامونجايه كده عشان نظبط بيها وشنا. بس كده هنقعد بقى نخدنا الدواء بتاعنا، فحاسين بهمدان شويه. هنحط بقى لبستك بسيط كده ونقعد عشان نريح جسمنا، وبكره نبقى نكمل ترويق مع بعض. وعشان برضو الحق انزل لكم الفيديو النهارده ان شاء الله. بس كده متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، وفكروني احكي لكم حاجه حصلت النهارده هي ممكن تكون سبب تاخير الفيديو عليكم وعايزه فيها رايكم. باي باي.